السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات إيكو الرمضانية. النهاردة الحلقة عن إزاي ال AI كأداة مساعدة حسن كفاءة محطات الطاقة الشمسية، وكمان بيتوقع المشاكل أو بيساعدنا نتوقع المشاكل قبل ما تحصل ونبدأ في طريقة العلاج. فده بيساعد على تحسين كفاءة المحطة وإن احنا نقلل فترات التوقف للصيانة أو الأعطال. النهارده ان شاء الله معاكم مهندس عامر علواني، ماجستير هندسه كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. اول حاجه بنشوف الاوت كم الخارج من السكادا، وازاي الاي اي بيساعدنا نتوقع المشاكل من الكيرفس والارقام اللي ظاهره قدامنا. لو ده انفرتر من الانفرترات موجود جوه محطة فيها على سبيل المثال 150 انفرتر متوزعين على خمس ست باور ترانسفورمرز. فكل انفرتر بيبقى ليه كيرف من ده، بيبقى ظاهرين كلهم مع بعض. لو جيت في لحظة لقيت ان الكيرف اللي بالنقطة السوداء دي بيزيد كل يوم، الديفورميشن اللي في المنطقة اللي فيها ديفورميشن قدامنا دي بتزيد كل يوم، يبقى كده هيجي وقت ويحصل فيلير في الجزء ده، فنبدأ ننزل بالتشيك ونقارن كل اكويبمنت بنظيرتها في نفس البيئة اللي هي راكبة فيها، وكمان بالستاندر. ناخد أمثلة. هروح على ليفل الترانسفورمر ستيشن وقارن الكيرف والارقام بتاعته، الترانسفورمر نفسه بالخمس ست ترانسفورمرات الباقيين. هل النتيجة مشابهة قريبة؟ هل في أي اختلاف في النتيجة سواء كيرف سواء أرقام؟ لو الدنيا قريبة من بعضها يبقى المشكلة مش في الترانسفورمر، يبقى المشكلة في الوزر نفسه، ان هو بيأثر على المحطة بالكامل. فنروح للويزر ستيشن الاكشوال ميجرمنت ونقارنها بالبريدكتد من السيموليشن ريبورت، ونشوف هل الديفورميشن ده سببه ان ده اختلاف عن المتوقع في العوامل الجوية، ولا نكمل نديب دايف جوه المحطة. لو لقينا النتيجة قريبة نبدأ نديب دايف جوه المحطة، نوصل للانفرتر ليفل، وعن طريق مقارنة الانفرتر ببقية الانفرترات اللي حواليه ككيرف وكأرقام وكمان بالستاندر نقدر نكتشف العيب انفرتر ولا لأ. لو لعب انفرتر بتبدا تتعامل مع السترنجات بتاعته، بتبدا تديب دايف اكتر جوه السترنج اللي فيه مشكله. هل ده عيب الواح، ديجريديشن على سبيل المثال، سويلنج، شيدنج، ايا كان السبب، او الالجوريثم الخاص بالتراكنج سيستم. فتبدا تدبل تشيك على التراكنج، تبدا تدبل تشيك على الفي اي كيرف الخاص بلوح لوح في السترنج دي، فتقدر تعمل بريدكتيف سوليوشن قبل المشكله ما تحصل، بسبب كيرف او ديفورميشن زي ده بيزيد كل يوم لكن لسه ما سببش مشكله. دي اول حاجه بيساعدنا فيها الاي اي. الحاجه التانية في سمارت ميترز بتركب على الجريد. اول سمارت ميتر بيركب معانا على الجريد لو عايزين نعمل زيرو اكسبورت على الشبكه. الميتر هنا بيبعت الميتر هنا بيبعت السيجنال بتاعته للداتا لوجر، والداتا لوجر بيعمل ليميتيشن للكرنت انجكشن. وكمان الميتر هنا يقدر يقيس الباور فاكتور كدايناميك. ومن هنا الو. خالص انا بسجل لايف بس السيشن اللي قبل الاخيره، قلت اقول لك اخلص واكلمك تاني.
ونصيحة في النص يعني بره المحاضرة والجو الشغل، لازم يبقى فيه ورك لايف بالانس. ايا كان انت مشغول في ايه، لازم بيتك ليه اولويه قصوى. افتكر دي كويس. انت سهل تستبدل جدا في الشغل، لكن صعب تستبدل وسط البيت والاولاد. دي نصيحه اخويه. انا قاصد اخد التليفون في اللايف، مفيش مشكله، لان عندي دايما البيت ليه اولويه، ودي نصيحه بديها لكم كلكم. لازم البيت يكون عندك اولويه. نرجع نكمل. الداتا لوجر هنا يقدر يقرا الباور فاكتور، وعن طريق سيتنج معينه يقدر يغير في الباور فاكتور الخاص بالانفرترات عشان ينجكت كيو للشبكه في لحظه معينه الشبكه محتاجه فيها تحسن الباور فاكتور ده. ومعانا according to standard لحد 40% من باور الانفرتر يقدر ينجكت رياكتيف باور. ده كده السمارت ميتر الاولاني. السمارت ميتر التاني بيكون على الجنريتور. لما يكون عندي فيه جنريتور في الدايره، ودي هنتكلم عنها في الحلقه الاخيره ان شاء الله بالتفصيل. السمارت ميتر اللي على الجنريتور بياخد قراءه الكرنت للداتا لوجر. الكرنت اللي بيتسحب ده هو اللي بيتسحب لللود. فانا عايز اعمل زيرو اكسبورت عشان ما اعملش باك كرنت على الجنريتور، واديله باك فولتج يعمل دامج للجنريتور ده. فهنا بنشتغل بمبدأ زيرو اكسبورت من سيتنج الانفرتر، عن طريق ان الداتا لوجر بيقرا الكرنت من سمارت ميتر راكب على سحب الجنريتور، وبالتالي بيغير الكرنت اللي خارج من الانفرتر، بيعمل له ليميتيشن عشان يبقى دايناميكلي ادجستد مع التيار اللي خارج من الجنريتور لللود، اللي هو سحب اللود للكرنت. يبقى هو ده مبدأ الزيرو اكسبورت. وازاي بعمل ليميتيشن للكرنت؟ عن طريق سمارت ميتر راكب على الجنريتور، باخد القرايه على داتا لوجر. الداتا لوجر بيعمل دايناميكلي ادجستمنت لل للكرنت اللي خارج من الانفرتر عشان يبقى نفس الكرنت اللي محتاجه اللود، مفيش اي كرنت يروح زياده ويرجع بالغلط على الجنريتور. ده كده اسمه الباك كرنت بروتكشن. ودور السمارت ميترز في الشبكه، في دور تاني للسمارت ميتر ان هو بيحسن الافشنسي اللي خارجه من المحطه. لو انا عندي دلوقتي المحطه فيها المحطه بتولد وبتخرج على الشبكه، ومره واحده حصل فولتج انستابيليتي او فريكونسي انستابيليتي، فهنا الداتا لوجر بيقرا القيم دي وبيبلغ المحطه اعمل ليميتيشن للباور بتاعتك. دي اسمها الاكتف باور كنترول، الرياكتيف باور كنترول، عشان ما يعملش اوفر فولتج او اوفر فريكونسي على الشبكه. ده احد الادوار المهمه في تحسين كفاءه الشبكه، البي في جريد كونكتد سيستم، عن طريق السمارت ميترز. ده كده كان حلقه النهارده، واتمنى كانت كويسه. الحلقه الاخيره ان شاء الله مهمه جدا، وهي البي في ديزل هايبريد. شكرا، سلام عليكم.